دماغي راحت له ده صح. ايوه، ان دماغك راحت له صح، وان دماغك فكرت فيه صح الصح كمان. انت بتقول ايه؟ انت بتهزر معايا ولا ده مقلب؟ اكيد مقلب صح. لا مقلب ايه؟ هو في مقالب في الوقت ده؟ انا زي ما بقولك بالظبط، وزي ما قلتلك الحدق اللي يفهم. طبعا انا كنت في حالة صدمة. انت ايه اللي بتقولهولي ده؟ انا مش قادرة استوعب. قال لي مالك بس، اهدي كده. وبعدين انا اصلا لا عايزك ولا عايزة اقرب منك، وقرفان منك ومش طايق. سمعت الكلام ده كله وانا حرفيا مش قادرة استحمل. طلعت اجري على بدر ولقيته بيقول لي ايوه جدعة كده، خليكي بدر بقى علشان انا وهو نعرف نشوف احنا هنتبسط مع بعض ازاي. وانا طبعا مش قادرة استوعب خالص. قعدت بره وانا عمالة اعيط، وانا للأسف مش قادرة استوعب اللي هو بيعمله جوه، لحد لما خلصوا ومشي. وانا كنت عمالة اعيط، ولقيته بصلي بكل قرف، كأني انا اللي مقرفة مش هو. كنت طبعا موجوعة وما كنتش عارفة اعمل ايه. كل اللي كان عليا عياط في عياط، وما كنتش مستوعبة ان اليوم ده كان ممكن يعدي. لحد فعلا لما عدى اليوم ده، تقريبا عدى بمنتهى الصعوبة. وجي تاني يوم واهلي جم علشان يطمنوا وعلشان يشوفوا اخباري ايه. بس في الوقت ده لما جت امي تسألني ما قدرتش امسك نفسي، وكل اللي عملته كان عياط في عياط. قالت لي اهدي بس وقوليلي وفهميني هو ايه اللي حصل، ايه اللي مخليكي عمالة تعيطي بس كده؟ قوليلي يا بنتي احكيلي. قلت لها يا ماما انا في مصيبة، انا اللي انا اكتشفته امبارح بالنسبة لي كان صدمة. قالت لي اكتشفتي ايه بس؟ يعني ايه اللي انتي ممكن تكتشفيه امبارح؟ ده امبارح ليلة فرحك يا بنتي، في ايه؟ قلت لها حصل واحد اتنين تلاتة. قالت لي ايه؟ انتي هتهزري ولا ايه؟ بقولك ايه، هو انتي لو بتقولي الكلمتين دول علشان خاطر ما تخلوش يقرب منك ولا عشان خاطر في حد في حياتك؟ لا يا حبيبتي، انتي تنسي خالص، انتي دلوقتي بقيتي ست متجوزة. يا ماما انا لا يمكن اكذب في حاجة زي دي. قامت قالت لي لا لا، هصدق ايه؟ ايه المهزلة دي؟ وانتي فاكراني هصدق الكلام التافه ده؟ اكيد لا طبعا، انا لا يمكن اصدق خالص الكلام ده. يا ماما ارجوكي صدقيني، انا ما بكدبش عليكي، انا بقولك